من خلال وصوله لنهائي كأس العالم ومن خلال وصوله لنهائي كأس العرب. هذا كله نتيجة عمل، نتيجة عمل من الكابتن جمال السلامي وجهازه الفني. هذا العمل بيجي مش من فراغ، بيجي بالعكس. لما انت كل ما استدعيت لاعبين ووسعت القاعدة وتواجد اللاعبين والمزيج ما بين اللاعبين الخبرة ومزيج ما بين اللاعبين الشباب، يعني شفنا قراءاته اليوم كيف تعامل مع المباراة، شفنا تواجد وتغيير في التشكيل، كيف كان في توازن بتواجد مثلا رجائي عايد، بتواجد السميري، بتواجد التبديلات احمد العرسان. كله هذا اثر. هاي قراءات للمدرب، يعني شكرا جزيلا. وان شاء الله انه بتكون البطوله من نصيبنا، خاصه انه احنا نستحق، وخاصه انه راح نقابل منتخب عالمي مثل المنتخب المغربي. نعم. وان شاء الله انه بنقدم مباراه جميله احنا ومبروك الانتفاع. الله يبارك فيكم. لا شوف والله يستاهل صراحه جمال، يستاهل المنتخب الاردني. لو تلاحظين المنتخبين الاقوى دفاعيا هم المبارتين تقريبا لثلاث مباريات اعطانا الشكل كامل بالنسبه لها. المنتخب الوحيد اللي حقق 9 نقاط متكامل بشكل كبير، حتى في مباراته الاخيره هي مع مصر، حتى لو سحب رغم ان النقص الموجود سحب. هذا ما شفنا جمال السلامي يتكلم عن نقص بشكل كثير، واثق في لاعبينه. ما شفنا اللاعبين دائما يتحججون بالاكثر عكس المنتخبات الاخرى. فكان مركز بشكل كبير ان الثقه في اللاعبين، الثقه في العمل، الثقه في مستوى اللاعب، الثقه في طريقه اللعب. فكان هناك في من يترجم بشكل كبير. النقطه اللي ذكرتيها عن المنتخب السعودي ومشاكله الهجوميه، مشاكل هجوميه من زمان وليس فقط على مستوى الاحتراف. على يعني كل الاحترام لفراس البريكان وصالح الشهري هم وعبد الله الحمدان، هم تقريبا ثلاث الباقيين كسعوديين يلعبون بشكل كان ربطوا بنظام بالاحترافين اكلوا المكان، يعني بمعنى الدوري نعم صحيح الجديد. لا صحيح، لكن احنا نقول خصوصا بالنسبه للمهاجمين، يعني هذا صحيح. بس انا اقول لك هو زاد قلب الدفاع عادي. اي طبعا، بس هو زاد ان فعلا هم ما قبل نظام الثمان لاعبين محترفين ايضا كان هناك في شح هجومي بالنسبه لها، ليس بالاسماء لا بنوعيه اللاعبين الشرسين في داخل البوكس. لو ترجعين لكل لاعبين المنتخب السعودي في الهجوم كانوا شرسين، شخصيات مختلفه، شخصيات تبحث عن ذاتها، تبحث عن نجوميتها، تبحث عن كيف تسجل الاهداف. مقاطعه ينتظرنا بلال جيزه في سوق واقف. بلال مساء الخير، ما مدى فرحه الجماهير الأردنية وكذلك المغربية بهذا التواجد في النهائي؟ تحية لك آسيا، لضيوفك، لكل مشاهدي قنوات بي سبورتس. الفرحة كبيرة وكبيرة جدا للجماهير المغربية وحتى الجماهير الأردنية بهذا التأهل. أخيرا تم التعرف على من سينشط هذا النهائي، نهائي هذه النسخة الاستثنائية من كأس العرب في قطر 2025. الجماهير المغربية حاضرة بقوة وكل شيء تلون بالأحمر هنا في سوق واقف. سأنقل الصورة مباشرة للجماهير. ألف مبروك، سعداء جدا بعد التتويج. تعرفتم عن المنافس ايضا؟ الاردن مغرب النهائي. والتاهل الاردني انما يدل على قوه المدربين المغاربه صراحه، لان بقياده جمال السلامي راه يواجه مدرب المنتخب المغربي يعني طارق السكتيوي. الفينال ان شاء الله يكون مغربي 100%، سواء ربح المنتخب المغربي او الاردني، يعني يكون في طابع مغربي بالطبع. لكن نتوقع فوز المنتخب المغربي بحصه عارضه كما اليوم، يعني فوز ب3-0 في نصف النهائي يدل على رباطه جأس وقوة فريق قادر على حصد اللقب بسهولة يعني. ألف مبروك مرة أخرى. الجماهير المغربية احتفلت قبل قليل في أجواء رائعة وكانت تنتظر في المنافس الآن هو المنتخب الأردني الذي قدم مردود رائع بقيادة السلامي منذ بداية البطولة. والله أنا صراحة يعني أنا مش أي مقابلة الأردن، بس يعني حسب ما الأصداء والنتائج. أيوة النتائج طبعا منتخب قوي يعني بينتظرنا، بس إن شاء الله الفوز يعني في النهائي إن شاء الله المغرب. فوز المغرب. توقعاتكم كيف عشتوا هذه الأجواء اليوم، الفرحة اليوم هنا في سوق واقف وتعرفتوا على المنتخب المنافس في النهائي؟ أجواء كتير حلوة، يعني عشنا أجواء وإحنا كنا متوقعين فوز لنا، ودائما المغرب لنا إن شاء الله. أيضا حاضر رفقة العائلة هنا في سوق واقف. عليكم السلام. أجواء رائعة، مباراة قوية جدا. المغرب قوية. الأردن في استاد لوسيل المونديالي. لا إن شاء الله. أول حاجة كنشكروا الجماهير ديالنا المغربية اللي كانت متعلقة بصح في هذا الجيم هذه. ان شاء الله، وكان الفوز مستحق بالنسبه للمغرب. 3-0 في نصف النهائي، راه كانت مباراه قويه ديال بصح،
وان شاء الله كنتمنوا لهم فوز مع الاردن، وان شاء الله غادي يربحوا الاردن. وعاش المغرب وتبارك الله عليكم، الله يحفظك، تبارك الله عليكم. الاجواء رائعه، جماهير مغربيه في كل مكان. المغرب بالاردن هو العنوان الابرز لهذه النسخه في استاد لوسيل المونديال. ان شاء الله احنا في انتظار المنتخب الاردني، واكيد راح نقدم اداء مبهر اللي راح يخلينا ناخذ الكاس على المغرب ان شاء الله. الاجواء كبيره. المنتخب اليوم فاز بثلاثيه نظيفه على الامارات، قدم مردود قوي، يعني رساله قبل مباراه النهائيه. هي بصراحه الاردن منتخب قوي، ولكن احنا جاهزين وثايقين في سكيتيوي، والجماهير ديالنا هي نقطه القوه ديالنا، وديما مغرب وان شاء الله التفوق. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخبين. مباراه قويه تنتظركم. حدثني فقط عن الاجواء اليوم، كيف شجعتم المنتخب وكيف حتى فاز بالثلاثيه؟ احنا في البطوله كامله شجعنا المنتخب، يعني 90 دقيقه واخا كيخلص الماتش كنكملوا الماتش كنجيو وكنحتفلوا، يعني احنا مولفين بهذا الشيء، مولفين بالانتصارات ومولفين، وان شاء الله بقات خطوه وحده البطوله ان شاء الله. وكنتمنى الفوز المنتخب الوطني، لما لا نفوزوا بهذا اللقب ان شاء الله، ونفوزوا بكوب دافريك الجاي ان شاء الله في المغرب، وديما مغرب، وان شاء الله 3-0 على الاردن ان شاء الله، وهارت لك السلامي من دابا. مباراة قوية تنتظركم، خاصة بين المدربين يعرفان بعضهما جيدا، سكيتيوي من جهة والسلمي من جهة. ولكن كعب سكيتيوي كعب عالي على السلامي ان شاء الله، بحول الله غادي نفوزوا ب3-0 ان شاء الله كما اليوم، وان شاء الله غادي نديو لا كوب هنا، وغادي نديو لا كوب دافريك في المغرب ان شاء الله بحول الله تعالى، ان شاء الله بحول الله. الجماهير المغربية حاضرة بقوة، العالم المغربي أيضا حاضر. تعرفتم على المنافس في النهائي، تحتفلون الآن في نصف النهائي. مباراة قوية يوم 18 باستاد لوسيل. أيوة إن شاء الله، إن شاء الله إحنا واثقين في ريوسنا كما صار اليوم، يعني كنا صراحة واثقين إننا راح نفوز، ولو الخصم كان صعب، بس الحمد لله يعني عندنا فريق ممتاز، وعندنا مدرب سكيتيوي أحسن مدرب، يعني اللي يعني يوصل لك الشيء اللي تبيه في الفريق يعمله، والحمد لله ان شاء الله مربوحه ضد الاردن. كل التوفيق ان شاء الله جميع الجماهير. كلمه اخيره بسرعه فقط. انا مشجع جزائري، منتخب جزائري، راح نساعدوا اخواتنا المغاربه في هذا الكاس ان شاء الله، وان شاء الله الكاس تكون مغربيه، وظل ان شاء الله الكاس في افريقيا الدور علينا احنا والمغاربه والتوانسه ان شاء الله، وراه نقول لكم ديما مغرب ديما مغرب، وعاش الملك خويا. اذا هذه الاحتفالاتنا اسيا، جماهير المغربيه بقوه في انتظار وصول الجماهير الاردنيه للاحتفال معا بعدما تعرف على من سينشط نهائي استاد المغرب في نهائي كأس العرب. وبالتالي في الماضي كنا نتحدث عن المدرب الوطني والعربي كجمال سلامي مع الأردني. هل لكأس العرب خصوصية مختلفة عن غيرها، أم أثبت المدرب العربي والوطني كذلك بوجود سكيتيوي مع المغرب بأنه أفضل من المدرب الأجنبي؟ هلا المدارس المغربية أثبتت جدارتها على مستوى العالم، والدليل اهتمامهم في المدربين، وعمالهم بيطلعوا لنا مدربين على سويه عاليه على مستوى العالم. احنا شفنا مثلا جمال السلامي حتى لما كان مع المنتخب المغربي، وحتى خروجه مع منتخبنا الوطني الاردني، شفنا حسين عموته من قبله، كلها يعني سيستم الاستراتيجيه لموضوع من قبل الاتحاد المغربي، ودعمها للمدربين من خلال ورشات العمل، من خلال تطوير اداء المدربين، من خلال انه دائما المدرب اللي موجود مع منتخب بلده بيعرف التفاصيل الصغيره وعلى درايه كامله في التفاصيل حتى اللي موجوده في الدوري، اللاعبين الصف الثاني والثالث، وهذا دليل على اسلوب واستراتيجيات موضوعه من قبل الاتحاد المغربي. كله هذا سببه عمل، كله منظومه متكامله، واحنا عشان هيك دائما بنشوف المغرب صارت تنافس المنتخبات العالميه والمنتخبات الكبيره، ويستحقوا طبعا بالتواجد. هلا بالنسبه للسلامي مع منتخبنا الوطني، شو في حب اللاعبين له يعني بشكل كثير كبير، مرونته وتعامله مع اللاعبين واللاعبين كعائله وحده، وهذا اللي شاهدناه خارج الملعب وشاهدناه داخل الملعب، وقراءاته الجيدة للمنافس المقابل له تحسب له، وعنده كمان ميز كثير. يعني حتى احنا في التصريحات اللي بصرحها الكابتن جمال السلامي لاحظنا انه اللاعبين عندهم ود، كيف الطالب مع استاذه، كيف التلميذ بتعلم من معلمه، هاي اشاده كثير كبيره، هاي شغله مش سهله. التيم وورك والعمل الجماعي دائما بيكون سبب الرئيسي في المدرب، شخصية المدرب طبعا، شخصية المدرب، حتى لو كان اللاعب مهم جدا او لديه نرجسيه عاليه، ومن منا لا يتذكر حاله سير أليكس فيرغسون مع إريك كونتونا او غيره من الميجا من المباراه. ما عندي مشكله اني انا اتراجع وامسك نفسي بشكل كبير وما يكون عليه تهديد. لو تلاحظين في الشوط الثاني المنتخب الاماراتي
سيطر في المباراه بشكل اكبر، استحوذ بشكل اكبر، لكن بلا تهديد. فما كان عنده مشكله في هذا الموضوع، عكس الشوط الاول. الشوط الاول كان سيطره تامه، انسجام، بترابط خطوط بالنسبه للمنتخب المغربي. هذا ما اعطى انطباع مختلف. وعنده حس مدرب المنتخب المغربي ان هناك في رده فعل، ودائما يعرف ان المنتخب الاماراتي دائما قوي في الشوط الثاني. فشو اللي سوى؟ تنازل عن الجوانب الهجوميه، ابقى مكانه بشكل كبير، لكن لا يدخل بمناطق الخطره، وما يوجد اي تهديد، لا يوجد اي سماح اي تسديد من خارج 18، لا يوجد اي فرصه حقيقيه للتهديف بشكل كامل. ومن ثم انا رجع اللعب على المرتدات. لو تلاحظي الشوط الاول لا، هو المتسيد، هو اللي يلعب. نعم هناك في مرتدات كانت على المنتخب المغربي، كايو اهدرها، خمينيز ايضا اذكرنا ما مرر، يعني كانت في هناك فرص من منتخب الامارات. لكن الشوط الثاني سيطره واستحواذ ووصول، لكن بلا تهديد. فهذا التعامل المنتخب المغربي كان بشكل جدا سليم. فذكاء من المدربين اليوم، حتى جمال السليمي لو تلاحظين حتى في لقائه لما يتكلم اللاعبين يقول لك ان هذا البطل، هو يقول ما شاء الله عليهم. يعني هناك في خلاص مدرب عارف ثقته، مدرب واقعي، مدرب عقلاني بشكل جدا محترم اللي هو هاي، ويقول لك ما زالنا احنا نكبر. فهذا التواضع بشكل كبير يعطي اللاعبين نفس الفكره، لا تصعد في افكارك وانت ما حققت شيء. يعني لما تحقق تحت الضغط الذي وضعه باقي المدربين على انفسهم. احسنت منهم نعم كلهم داخلين بشكل كبير. هو كان عقلاني، قليل التصريحات، عمل اكثر، عطى اللاعبين، وصل لهم نفس الفكره، لا تصعد قبل التحقيق، فوز ورا فوز، فوز ورا هناك ثقه، هناك فدود. ده ما حصلت البطوله هذا كله بيروح بشكل كبير. الحاصل البطوله هو الاهم بشكل كبير. لو تلاحظين ايضا المنتخب المغربي هناك من جماهيره يتكلم لكن لو تلاحظين على مستوى التدريب على هاي هناك عقلانيه. فلو تلاحظين في نفس المدرسه هم الاثنين، هدوء في التصريحات، عقلانيين، واقعيين في ارضيه الملعب بشكل كبير. حتى لو فريق المنافس سيطر انا ما عندي مشكله فيها. اليوم المنتخب السعودي سيطر في الشوط الثاني، لكن تهديد قليل بشكل كبير. هذا دليل من التدريبات اني انا من جزء من المباراه لابد اني ادافع، لكن متى ادافع ومتى اصعد. لو تلاحظين دافع في الامتار الاخر 10 دقائق، في الاضافي صعد. صحيح. فهو تحكم بالمباراه بشكل كبير، عارف طاقه لاعبينه، عارف افكارهم، عارف انضباطياتهم. فاعتقد نجاح للتدريب طبعا. يعني هناك في يعني نقول شرب لافكار المدربين بشكل كبير للمنتخبين. طيب. المنتخب المغربي والمنتخب الاردني، وبالاكثر نشوفه المنتخب الاكثري، لان مهما يتبدل العناصر نشوفه في نفس النمط ونفس السرعه. كان مشاهدينا الأردن وجها لوجه مع المنتخب المغربي في نهائي كأس العرب فيفا قطر 2025. فهد، اليوم حين نأتي على ذكر جمال السلامي وما تحقق حتى الآن مع المنتخب المغربي، أنتم هل تذهبون بالتاريخ إلى الجوهري في وقتها مع المنتخب الأردني؟ هل تأتي هذه المقاربة في أذهانكم؟ تأتي، لكن الجيل مختلف. يعني الجيل اللي موجود حاليا هو جيل ذهبي، وجودة اللاعبين والإمكانيات اللي متوفرة عكس الجيل السابق. الجيل السابق لم يتوفر له الإمكانيات اللي موجودة حاليا حتى على مستوى الاحتراف. عندنا تقريبا احنا 12 أو 13 لاعب محترف برا. يعني انت تطلعي تأثير الغيابات اللي موجودين في الموجودة في منتخبنا الوطني، إلا أنه وصل لنهائي كأس العرب. يعني عندنا نور الروابدة غايب، محمد أبو النادي غايب ماليزيا لالتزامهم وارتباطهم في ناديهم، عندنا موسى التعمري غايب لالتزامه وارتباطه بنادي رين الفرنسي، عندنا غياب يعني نجم الفريق يزن العرب الالتزام وارتباطه بسيول الكوري. كل هذه اللاعبين عندهم تأثير، بالإضافة إلى تأثير يزن والغياب. لكن منتخبنا الوطني كان بمن حضر. فتوسيع القاعدة ونوعية اللاعبين وجودة اللاعبين اللي موجودة حاليا أثبتت أنه هذا اللي موجود جيل ذهبي، مع الاستقرار وعملية الاحتراف. الاستقرار الفني كان كثير مهم، والاسلوب كان كثير مهم. يعني احنا هلا رح نلعب مع المنتخب المغربي، احنا شفنا المنتخب المغربي عنده في هاي البطولة اسلوب كان مميز عن طريق اللعب من طريق الاطراف. وكان تقريبا لو بدنا نحكي في الارقام انه كان اكثر، يعني ثاني اكثر منتخب تسجيل الاهداف ب8 اهداف بعد منتخبنا الوطني، ويعتبر افضل فريق انه ما تلقى الا هدف واحد خلال البطوله. فنتيجه الارقام والاحصائيات اللي موجوده في البطوله باعتقادي انه منتخبنا الوطني الاردني والمنتخب المغربي استحقا الوصول للنهائي بفضل العناصر اللي موجوده مع المنتخبين. طيب هذه العناصر موجوده بالصدفه؟
لا، هذا نتيجة عمل ونتيجة تطوير ونتيجة استراتيجيات. ما بيجي من فراغ، سواء كانت بالمنتخب المغربي او منتخبنا الوطني الاردني. يعني احنا مثلا الجيل اللي موجود لما تلعب بطريقة معينة التحولات وانت تستدعي اللاعبين اللي بيطبقوا هذا الاسلوب، فانت راح يكون عينك على اللاعبين اللي تحت سن 20. وشفنا عود الفاخوري ماذا قدم في مباراته مع المنتخب المصري. يعني الكل اشاد في عود الفاخوري، عمره 20 سنة، لا يمتلك الخبرة، وتواجده مع المنتخب واعطائه الفرصه هو واللاعبين اللي استدعاهم جديد مثل احمد العرسان، بتواجد السميري، هذول كلهم عناصر جديده، عمل مزيج مع العناصر اللي موجوده قديمه، فهذا يعتبر انسجام. فانت لما تدخل العناصر الجديده هذا نتيجه عمل. المنتخب المغربي يمتلك صف ثاني وصف ثالث بحكم اللاعبين اللي متواجدين في اوروبا المحترفين. يعني هو معروف المنتخب المغربي عنده عناصر وعنده لاعبين عايشين ومتعايشين والثقافه الاوروبيه اللي موجوده عندهم. هلا المنتخب المغربي بيمتلك القوه البدنيه وبيمتلك المهارة من خلال تعايشه في أوروبا. منتخبنا الوطني الأردني بيمتلك المهارة برغم من قلة الإمكانيات اللي موجودة عندنا في الأردن. يعني اللاعبين سبب تطورهم هو الاحتراف، سبب تطورهم الاحتكاك الكبير، سبب تطور اللاعبين انه صحت لهم فرص انه يشاركوا ويلعبوا على مستوى عالمي. يعني احنا مبارياتنا في منتخبنا الوطني الاردني لعبنا في فترات التوقف، لعبنا مع مدارس مختلفه ومتنوعه، لعبنا مع مالي، لعبنا مع تونس، فهاي البطوله كانت لنا. لكن سؤالي فهد، تواجدهم في هذه المرحله من التطور والتحسن على مستوى كرة القدم والنجومية ومن بعدها أيضا الاحتراف جاء بناء على خطة موضوعة سلف من الاتحاد الأردني لكرة القدم؟ هذا هو سؤالي. هلا كان في استراتيجية موضوعة انه الاهتمام بالفريق الأول والاهتمام بالعناصر بالفئات السنية. هلا احنا المنتخب سن 20 والمنتخب 23 عندنا تطور من خلال المسابقات والأجندة اللي موجودة لتطوير اللاعبين ولعب منافسات أكثر في الفئات السنية، فهذا كله راح ينعكس ويتأثر ويعمل على تطوير أداء اللاعبين في المستقبل. فهاي نتيجة العمل. يعني أنا ليش حكيت لك مثلا عود الفاخوري؟ عود الفاخوري بيلعب مع نادي الحسين الإربد، وهذا نادي بيشارك في دوري ابطال اسيا، هذا استدعوه وهو ولد صغير، وعندنا اكثر من لاعب طبعا، بس انا بحكي لك على ابرز اللاعبين اللي موجودين. هلا خلال تواجده مع الحسين واكتساب الخبرات في البطولات القاريه وتواجده مع المنتخب، فبالعكس هو ادى، وان شاء الله احنا راح نشوف لسه لاعبين راح يستدعيهم الكابتن جمال السلامي في الفتره القادمه. فهذا كله نتيجه استراتيجيه موضوعه لدى الاتحاد، انه كلما زدت عدد المباريات بالفئات السنيه للفريق الاول اعتقد انه اللاعب راح يتطور. حتى احنا عندنا في نظام المسابقات الموسم الحالي صار عندنا الدوري من 3 اقسام، يعني يلعب ذهاب واياب وذهاب 3 مراحل، فهذا دليل بالتقليل من عدد الفرق. يعني كان عدد الفرق دوري؟ دورينا الاردني المحلي، فهذا دليل نتيجه عمل من الاتحاد الاردني يشكر عليه، لانه صارت المنافسه قريبه ما بين الوحدات والفيصلي والحسين، وفي كان يعني ما في ليفل مستوى عالي ومستوى منخفض، على العكس تماما. انت عدد الفرق صار 10، المنافسات صارت أكبر، اللاعبين اللي احترفوا في الخارج كمان اكتسبوا الخبرة من خلال الاحتكاك القوي في الدوريات. يعني عندنا لاعبين مميزين في الدوري العراقي، هذا ما كنا نشهده سابقا. وحاليا أنا بعتقد بعد بطولة العرب اجت أكثر من فرصة لأكثر من لاعب انه يحترف خارج مثلا الدوري الاردني، خارج دولتنا ان شاء الله. طيب مشاهدينا نستمع الان الى ما قاله طارق سكتيبي مدرب المنتخب المغربي عقب الفوز والتأهل للمباراة النهائية. فجرات حقيقة جرات بواحد الصعوبات كبيرة كيف ما كنا منتظرين. حنا لعبنا ضد منتخب اللي بهذه المناسبة كنحييه على الروح اللي أبان عليها، وشيء ماشي غريب على كرة القدم الإماراتية. كرة قدم جميلة وعندهم واحد الحب كبير الوطن ديالهم، وكتجمعنا معهم يعني علاقات حلوه وطيبه وجميله كثير. كنظن على انه كانت المقابله صعبه، عندهم لاعبين ممتازين خصوصا في وسط الميدان وفي الهجوم. يمكن الشيء اللي سبق لي وذكرت كذلك قبل المقابله هو ان المقابله هذه تلعب على الذكاء في التعامل مع مجريات المقابله، منين يصفر الحكم حتى ينهي المقابله. كنا لنا نجحنا احنا في هذه الطريقه هذه. الشوط الاول كنشكر الرجال على التعامل ديالهم ولا ديسيبلين تكتيك ديالهم اللي ابانوا عليها، وفي الشوط الثاني كنا منتظرين
انها تكون رد فعل، وبان المنتخب الاماراتي يصعب علينا المأموريه، الشيء اللي وقع. لكن الحمد لله ربي وفقنا، درنا تغييرات اللي كانت صائبه الحمد لله، واللي عطات الاكل ديالها، وتوفقنا الحمد لله اننا سجلنا الهدف الثاني والثالث. فبهذه المناسبه ما نخليش فرصه تدوز باش نشكر الرجال على القلب ديالهم والروح ديالهم، وهذا الشيء اللي ابانوا عليه في هذه المنافسه هذه، ما يمكن الانسان الا يكون مفتخر بهم. كابتن طارق، الآن أيا كان ستقابل في المباراة النهائية، ما هو المختلف عندما تقابل